هلا بنزل القرع الأخضر ونسكب شوية مي منه إنه ما يحترق نشف. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلمت الأكل الهندي من كتر السفريات، والعرب هون والأجانب بحبوا الأكلات الهندية، لهيك أكتر طبخة هندي، لأن كل المطاعم والكافيهات عم يمتلوا من شو اسمه العالم جاي تاكل هندي، رغم انه بيكون حادق بس اللي بحبوه. بعدين الأكلات الهندية أشكال وأنواع، فيكم تستسلموا تتلذذوا بكل طعم إن شاء الله. هلا قلبهم كل بين شغلة وشغلة عم بحطهم دقيقتين 5 دقايق هيك تا يكون الطبخ أطيب. كمان نغطي دقيقتين. قبل أشرب مي عطشانة، أنا شربنا من شوي مي شو اسمه شاي أخضر سخن. كمان دقيقتين وبعدين أشرب مي، وما بشرب مي باردة أبدا، يكون عندي بالقنينة بشربهم. هاي إلي 12 سنة ما بشرب مي باردة. لله. اشربوا مي قد ما فيكن. أول شي لأنه شوب، تاني شي الجسم مبني على 25% أكل و75% مي، فالجسم محتاج لمي صح. هلا أسكب عليها مية سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. واتركه 10 ثواني فاضي من غير مي وزيت، كرمال ما يفرقع، كرمال ما يفرقع الطنجرة. كمان لما تفتحيه وتفضيه من شو اسمه البخار، لما نفضل البخار بالمرة بعدين نفتحي الطنجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كنت أنا بخاف أنا ما نزلة الضغط كتير، هلا صار عندي سهل كتير، وصرت أحب الطبخ على الطنجرة الضغط. بزيد النار، بدي بس صفيرة واحدة بخفف النار، بعدين بدي 5 صفارات تانيين وأسكر النار وأفضيه من البخار، بعدين أفتحه، بعدين أحط عليه كزبرة جافة، كزبرة خضراء بس جففته أنا. ماشي، يلا أرجع لكم. استوى ما شاء الله تبارك الرحمن، عم طلع البخار منه. وعملنا رصه على نار هادي تقريبا في ساعة، كله على بعضه أخذ لي ساعة مع التعطيل ومع التشكيل مع الطبخ. أوكي، لأنه وقع كان مني سكر الكاميرا، رجعت شغلته وبدويلي على قسطين، يعني بعد ما عرفت كيف أعمله قسط واحد. أوكي، هلا أخذت أنا شوية من بهارات الكفتة، هاي بدي أحط عليه شوية نص معلقة. لسه شعللت النار وبدي نشف المي لأنه ترك مي، العدس والبصل والذرة والقرع. في هيك بهارات بيكون في ملح كمان، فإذا يكون ناقص بكون حطيت البهارات بصير هيك منيح. فيك تحطي من كفتة اللحم أو بهارات لحم أو دجاج أو أي خضرة من البهارات اللي حتجيبه من السوق، بيكون طيب، بس تحطي منه نتفة. باقي حطي بهارات عندك اللي بالبيت.
تاني جوعانة ما فطرت ما تروقت. طبخة وحدة عم وسخ لي البوتاجاز كله. هلا بتركه هيك مفتوح كمان ينشف المي تبعه، بعدين نسكر عليه النار. هي الكزبرة الخضراء اللي جففتهم اسكبن عليها. حبايبي إذا عجبكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايكات تعليقات ويا ريت. هلا ما شاء الله تبارك الرحمن عم دكتوروا عندي المشاهدين إن شاء الله يا ربي دايما زيدوا سيروا بالآلاف وبالمئات وملايين إن شاء الله تعالى. ربي بيكون كريم مع عبده وصبرتنا ولا الله يعطيني حق الصبر إن شاء الله. فما تنسوا تعملوا لايكات وتعليقات، لأنه بعده ما في تعليقات ولايكات غير 2 3. الله يهديكم. ودقوا الجرس اللي حتكون كمان يوصلكم كل جديد من لكم. حبايب قلبي إذا انتوا الجدد موجودين، انتوا الحمد لله موجودين عم شوفكم انتوا، بس ما عم تعملوا اشتراك. يا ريت تعملوا اشتراك، بكون ممنونة لكم كلياتكم. يلا اشوفكم بوصفة جديدة. الله معكم، بحبكم كتير. هاي الطبخة تقريبا من 6 إلى 7 أشخاص. اوكي، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله معكم.